بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. باسم رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، لا تسع كلمات الشكر والعرفان للشهداء وذويهم أن توفي حقهم وتكافئ جميلهم، ولهذا فإن الجزاء والأجر كفله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا يضيع أجر المحسنين. ثم بين في كتابه العزيز الحالة التي عليها شهداءنا بقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا كان رب العزة والجلال يمتدح المجاهدين في سبيله ويغدق عليهم من نعمه ويفضلهم على القاعدين أجرا عظيما، فذلك لأنهم بذلوا مهجهم وقدموا العقيدة على حياتهم وجادوا بأنفسهم في سبيل الله، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فحق لنا أن نتفاخر بشهدائنا ونتباهى بجهادهم وننشر أفكارهم ونتلو أسماءهم ونرفع صورهم ونحتفي بذكراهم، نعظمهم نبجلهم، نروي حكاياتهم، نشعر بوجودهم بيننا، تقوينا مواقفهم وتشد عزيمتنا قصصهم، نستلهم ونتعلم ونرتوي من فيض عطاء الشهداء، لا يتوقف المدد فيهم، أحياء عند ربهم يرزقون. لكل شهيد من شهداء المقاومة الذين مضوا مؤخرا قصة فريدة وخصة يتميز بها عن الآخر، لكنهم اجتمعوا على الإيمان والبصيرة والإخلاص والتضحية وحب الوطن وطريق المقاومة. قائدنا الشهيد محمود يحيى، شاب في 21 ربيعا، حمل روحه على كفه مستعينا بالله ومتوكل عليه وواثق بتأييده، فكانت له يد ضاربة قابضة على الزناد، قد نشرت الرعب في قلوب الأعداء وساهمت في تكسير القيود وتحطيم الحصون وتحرير الأسرى مطلع العام 2017. وقد لازم الشهيد القائد رضا الغسرة من يوم العملية إلى يوم الاستشهاد. وقائدنا الشهيد مصطفى يوسف لم يتردد أو يتلكأ أو يتعذر في نصرة المحررين في وقت بلغت فيه القلوب الحناجر، ونشر العدو الخليفي الرعب في البحرين مهددا ومتوعدا بالويل والثبور لمن يمد يد العون للمطاردين أو يأوي ثائرا ضاقت عليه الأرض بما رحبت. فكان الشهيد مصطفى قائد مركب الشهادة وربان سفينة المقاومة في 9 فبراير لم يستسلم للرصاص إلا حين خرقت صدره 7 طلقات تنبئك عن الحقد والضغينة. أما شهيدنا القائد العظيم رضا الغسرة، كان شديد على الأعداء، رحيم بين الأصدقاء، لم يدخل في قاموسه المستحيل، وقد استطاع أن يسفه أحلام الخليفيين ويكسر جبروتهم ويمرغ أنوفهم في التراب حتى آخر لحظة تنفس فيها. أبى ألا يرحل إلا واقفا مقاوما، كان وحده وزوارق الجبناء تحيطه بأسلحتها، لكن من يحمل عشق الحسين عليه السلام في قلبه وبين أضلاعه لا يعطي إعطاء الذليل ولا يقر إقرار العبيد، وقد اختار لنفسه الدرب واضعا نصب عينيه رضا الله تعالى والجهاد في سبيله، فجزاه الله إحدى الحسنيين على صبره وجهاده، وكانت تلك أمنيته ومعشوقته. أما عن العملية الأخيرة، عملية سيوف الثأر،
فهي مرحلتان. المرحلة الأولى عملية سيوف الثأر في أول ساعات العام الجديد، ثأرا لآية الله المجاهد الشهيد نمر باقر النمر وشهداء القطيف والبحرين. وتحرر على إثرها 10 سجناء، بينهم الشهيد القائد رضا الغسرة، وكان من بين الأبطال الذين ساهموا في العملية الشهيد محمود يحيى رضوان الله عليهما. والمرحلة الثانية، وكانت بداية المرحلة الثانية. هذا صوت رضا. يلا خوي احنا ركبنا، ها اوكي، يلا نسألكم الدعاء. اخوي احنا مشينا زين، يلا تيسر. المرحلة الثانية، وكان هاي إيذان ببدئها، صوت الشهيد القائد رضا الغسرة. كانت مهمة جهادية للشهيد رضا الغسرة، شاء فيها أن يرفعه إليه شاء الله فيها أن يرفعه إليه مخضبا بدمائه حتى يكمل رفاقه المشوار، وكنا على دراية واتصال ومعرفة بالتفاصيل، وفي ذلك حكمة ستبديها الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لقد قال الشهيد رضا بعد تحرره من سجون الظالمين: أنا هذه المرة لن أعود هناك، إما حرية أو شهادة. وحمل سلاحه وروحه بين كفيه وفي عينيه غضب لا يهدأ، ورجلاه ثابتتان بنداء يا زهراء. سبق الأعداء وثار كالليث الغاضب بصمود أسطوري ومقاومة لا تنهزم، ليقدم درسا في المقاومة والثبات. بطولة الشهيد رضا الغسرة ورفاقه تكشف عن عدد من الأمور التي أدرك العدو الخليفي بعضها. الأولى أن شباب المقاومة كثر في البحرين، فقد ظن أن رضا وحيدا، ثم عرف أن هناك محمود ومصطفى، وقبلهما علي الصباغ، وبعده علي فيصل وآخرون. الثاني أن شهادة رضا ورفاقه في مشهد بطولي أعاد للمقاومة وهجها وشد من عزمها، واختصر عليها زمنا من التنظير والتأطير. ثالثا أن شهادة أبطال المقاومة على أبواب الذكرى السادسة لثورة 14 من فبراير جاءت لتقول أن بلوغ أهداف الثورة يأتي عبر طريق الشهيد رضا الغسرة ورفاقه. رابعا أن المقاومة حق أصيل وثابت، وليس من حق أي أحد أن يمنع ذلك. من لا يرى في المقاومة طريقا ناجعا فذلك شأنه، لكن ليس لأحد الحق أن يقول للمقاومين لا تفعلوا طالما بقيت الأعراض منتهكة والحرمات مستباحة والاحتلال متربع على أرض أوال. خامسا شهادة رضا الغسرة ورفاقه أخرست الأبواق التي تتلذذ بإظهار شعبنا بصورة المستكين الضعيف المحتاج إلى التعاطف، وهذه الأبواق عملت على أن تحرف كل بطولة يقوم بها شبابنا في الميدان على أنها مسرحية، وأن شعب البحرين قدر له أن يدير خده الأيسر إذا تلقى صفعة على خده الأيمن، وأنه بحاجة دائمة لنظرة عطوفة ومدد من الغرب المنافق ليرفع عنه همه. وقد جاءت ملحمة أبطال المقاومة في عرض البحر لتدحض هذه الأراجيف وتقول أن شباب المقاومة في البحرين أقسموا أن لا يناموا على ضيم، وأن يتخذوا المقاومة طريقا والسلاح أداة والإيمان عقيدة، ويحطموا الإرهاب متوكلين على الله واثقين بنصره والله غالب على أمره. سادسا كانت في تلك الملحمة شهادة أخرى تكشف الدور الخبيث البريطاني الأمريكي الداعم للعدو الخليفي، حيث أنها ساهمت في التعقب والهجوم، وهي تعكس في ذلك الوقت قوة الشهيد رضا والغسرة ورفاقه الذين اخترقوا طوال 40 يوما كل قدراتهم الأمنية، مؤكدين أن اختراقها المرة الماضية لن يكون الأخير. فالأيام حبلى بالمفاجآت على يد رجال الله. نحن أخوة ورفاق جهاد الشهيد رضا الغسرة نؤكد هذه الحقائق ونسجلها للتاريخ ونعتز بها ونفتخر
وفي الختام ندعو الله أن يثبتنا على طريق الحق، وأن يجعلنا من الآخذين بالثأر لدماء شهداء الأبرار. السلام على الشهداء، السلام على المعذبين في قعر السجون، السلام على القابضين على الزناد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.